العملاق جراند برايم بلس ده من اقوى ما صنعت سامسونج في الفترة اللي كان نازل فيها. الموبايل ده حرفيا كان ليه ضجة كبيرة. ده جراند برايم بلس، كان في واحد قبله اسمه جراند برايم العادي 530 و532 اللي هو ده، و531 كذا اصدار، بس ده الاصدار الثاني اللي باتنين فلاش. مصيبته الوحيدة اللي كانت مشكلة فيه ان المساحة بتاعته 8، كان الموبايل نفسه واخد المساحة كلها بدون اي تطبيقات. دي المشكلة الوحيدة كانت فيه، ولكن كان من اقوى الموبايلات. كان سعره وقتها كام؟ حوالي 2200 2150. في الفترة دي ال 2000 جنيه دول كانوا يعادلوا حوالي اقل حاجة 10000 في الوقت الحالي دلوقتي. 8 2 جيجا رام او ممكن ما محصلهمش يعني، بس كان موبايل رهيب. ولكن تحس انه جالهم دور انفلونزا كده، قضى عليهم تماما. الموبايل ده لسه بحالته، مشكلته النهارده جاي يغير مدخل الشحن. ولكن خلي بالك الموبايل ده عيب عندك لو ظهر، لو جاب لك شاشة الداونلود الزرقاء او سامسونج وقف عليها، انسى انه هيشتغل تاني. اي سي على طول او بوردة. لكن من افضل الاجهزة اللي صنعتها سامسونج في تاريخها. تحياتي ليك، بحبك في الله.